بسم الله الرحمن الرحيم. الأول كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فرحانة جدا 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 والله العظيم. كل تعليق بيجيلي على الفيديوهين 3 اللي أنا نزلتهم قبل ده، فرحانة جدا من أي تعليق بيجيلي من أي حد فيكم. والله العظيم التعليق ده بيفرق معايا، خلاني قمت سجلت دلوقتي حالا على الفيديو ده. هو كان المفروض هينزل بكرة، بس أنا بقيت متحمسة وقمت سجلت عليه. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يكبر بخاطركم يا رب، وربنا يكبر بكل خاطر حد يكبر بخاطره يا رب، اي حد بيحط لي تعليق حلو زيه. طبعا انتوا شفتوا الزينه اللي علقناها اخر فيديو نزل، كنت تعليق الزينه. طبعا الشقه كانت مبهدله، قلت لكم الفيديو الجاي هنعمل اللي احنا بنعمله ده، نركب المخدات ديت بتاعه الركنه، عشان خلاص بقى كل يوم بيفوت بنقرب من شهر الخير والبركه والرحمه، فما عادش فيه وقت يعني. قلنا نلبس بقى الخداديات دي بتاعه الركنه علشان ننفض بقى الركنه كده ونفرشها. طبعا كنتوا معايا وانا شايله الركنه دي خالص ومنفضاها ومسحاها ومسيقه تحتيها، كنا مظبطين الدنيا، بس الدنيا اتبهدلت من تركيب الزينه. بصوا كده ركبت خلاص الكوشنات، هفرش بقى المفرش الفرو ده هنا. دي مش مفرش يا جماعه، ده حافظه كده او زي دفايه كده، بس انا بحفظ بها الركنه، لقيت لونها لايق قوي قوي عليها زي ما انتم شايفين. طبعا قولي لي رايكم، فقلت افرشها عليها تحافظ عليها يعني من الولاد وكده. الفيديو ده كده خلاص انا ظبطت الصاله بقت زي الفل، فل الفل كمان. فباقي بقى ننضف الديب فريزر، انا عندي اللي هو الصندوق ده، وننضف التلاجة علشان ننزل بقى ان شاء الله باذن الله، لو بقالنا عمر نجيب حاجة رمضان ان شاء الله. ومش هسيبكم، مش هسيبكم معايا في اي فيديو، احنا مع بعض. ايه رأيكم؟ المفارش دي فروه انا بحطها كده على الايد برضو علشان تحميها من اي حد يحط ايد ولا حاجة. يلا نروح بقى على الكنبة التانية. مش عايزه اقول لكم قسما بالله فرحتي اني هو مش تعليقات بقى 50 60 تعليق، ده هم بتاع 3 4 تعليقات، وناس جديده اول مره تشوف قناتي، واللي تقول لي حبيت، واللي تقول لي تسلم ايديك ربنا يرزقك، واللي تقول لي اول مره اشوف قناتك ربنا يا رب يخليكم تشوفوا الكعبه يا رب وتفرحوا زي ما فرحتوني. انا عارفه ان الموضوع بسيط، بس يكون ان انا بصور حاجه وحد بيشوفها فدي حاجه بالنسبه لي مفرحاني قوي. ربنا يفرحكم يا رب. بص هفرش بقى الحافظه ديت برضو على الركنه التانية. هي مش بالطول للاخر، بس انا بالنسبه لي الحته اللي جوه دي اللي انا واقفه عندها دي مفيش حد بيقعد فيها، يعني احنا بنقعد دايما في الطرف ده والطرف التاني، احنا اصلا ما بنقعدش في الصاله يعني. عندي اوضه معيشه تانية هبقى اوريها لكم بقى بعدين، احنا خلاص بقينا اصحاب واخوات وحبايب. الحته اللي ما فيهاش حافظه دي محدش بيقعد فيها اصلا. نحط بقى الكوشنات دي، نحط المفرش. ايه رايكم؟ ودي الاخر واحده، ايه رايكم بقى؟ صوركم الشكل النهائي بتاع الركنه. نظافة نظافة هدوء. نخش بقى. بص انا رحت لبست، بقول لكم لبست الخمار ده عشان طويل يعني يبقى ساترني كده. ربنا يستركم ويسترني يا رب دنيا واخره. طبعا التنظيف المره دي مش عميق زي المره اللي فاتت، لان احنا كده كده كنا منضفين. جبت المعطر ده همسح الترابيزه بس كده عشان نكنس بقى، يبقى الدنيا 100 فل وعشرة. جبت بقى المكنسه وقلت اخد على الماشي، لان احنا طبعا السجاد ده لسه مغسول جديد، مغسول نضيف يعني، ومسيقه تحتيه، بس مكان بقى تعليق الزينه وكده هتلاقي بعض الحاجات كده يعني مش نضيفه على السجاده، فبالمره بقى. بصوا وانا بكنس حاسه ان المكنسه مش بتكنس كويس، يعني حاسه ان في حاجه مش طبيعيه فيها، فاهمين انتوا؟ فمسكتها يعني بصوا اهو هوريكم. شفتوا لقيتها مليانه حاجات، فلازم افضيها بقى. جبت كيس كده وقلت افضيها علشان تشفط معايا كويس، يعني بقالي كتير ساهيه عنها. وانا بكنس كده حاسه ان هي مش بتشفط، يعني المكنسه كانها زورانه كده. ونفضت الكيس بتاعها ده وركبتها تاني. المكنسه ديت انا كنت عامله عليها ريفيو، هي كده تقريبا بقى لها سنه ونص معايا ما شاء الله. في ناس بتقول مش حلوه، لا انا جربتها وجميل. بصوا بصوا بصوا، ما شاء الله كده بقت زي العسل.
يا رب الفيديوهات تعجبكم يا بنات. انا مش بكتر يعني في الفيديوهات، بخليها قصيره علشان محدش يزهق ويمل. بصوا هنا ابني كده نزل لي الترابيزه، هنفرش بقى المفرش الفرو. الاطباق بقى وحلويات رمضان بقى، حلويات. بصوا بس انا زودت كمان مبخره، بس مش عارفه ما جاتش ليه يعني. نروح بقى على السفره. احنا طبعا كنا مروقينها وملبسين الكفر ده، وبرده نازل على على القناه. بصوا بعمل لكم باي باي. هديها برده مسحه على الماشي. كل حاجه نظيفه على فكره، كل حاجه نظيفه، بس ايه يعني زياده تاكيد بقى عشان تبقى على نظافه نظافه يعني. بصوا بقول لكم فيها كرانيش من هنا، والمفرش ما شاء الله كبير، مش اللي هو على قد بس كده، لا لا لا، كبير خالص. بصوا بصوا بقى اوريكم بقى من قريب المفرش بالحافظات الكراسي دي. الكفر بتاع الكراسي جميل. في كرسي هحطه هنا دلوقتي. بصوا الزرعه دي قديمه من فتح الله، كنت جايباها برضو رمضان اللي فات، بس ان شاء الله ناويه اجيب واحده تانية بقى. احنا مع بعض بقى هنعمله تجديدات وتغييرات بقى، طالما فيديوهاتي بتعجبكم يا ولاد. فرحتي هتخليني ما اعرفش اتكلم. ايه رايكم؟ يلا هكمل كنيس بقى ايه حوالي، شايفين حوالين السفره. هنضف الحتت دي. بصوا المكنسه ما شاء الله بقت بتنضف من بعد ما فكيتها ونضفت اللي فيها، سريع سريع كده يعني. وبكده خلصنا، اكون انا مستعدية لاستقبال رمضان، شهر الخير، شهر البركة، شهر الرحمة. بجد الشغل عجبني خالص، والزينة جوزي ركبها لي، ربنا يديله الصحة يا رب ويخلي لينا. بصوا دي استيكرات بتاعت رمضان اللي كنت جايباها من الاسكندرية معاكم، بجو طمطم وبكار. وده كده الشكل النهائي. وده الطبق اللي كنت جايباه برضو من هناك، والفانوس بتاع ايكيا، والمبخرة. وادي الركنة ظبطناها كلها وركبنا الكوشينات. وادي الستارة، هي مش بس مش باينة علشان خاطر النور منور، هنحاول نهدي النور بقى كده عشان ايه المنظر يبان. طبعا الجو ده بقى محتاج بخور علشان الهدوء، شوية قرآن كده. ههدي النور بس عشان تشوفوا الإضاءة بتاعت استنوا بس مش قادرة تخش ورا بصوا. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في الهدوء والجمال ده؟ كده روايح رمضان بدأت عندنا. الدخان ده من البخور اللي انا ماسكاه، عود البخور اللي هو بيقعد 5 ساعات ده. ايه رأيكم بقى؟ بسم الله ما شاء الله. هصور لكم برضو السفرة. بصوا وكده اكون انا خلصت فرشة رمضان وخلصت الصالة. انتظروا بقى غسيل الديفريزر وتسويقة رمضان وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم على خير. مع السلامة.